اهلا بكم في حلقه جديده من تصميمات السوشيال ميديا. عودا قريبا. اسف جدا على الغياب الطويل، جايب لكم حلقه معايا النهارده هي اقرب للمبتدئين، فخليكم معايا بدون كلام كتير. اول حاجه تيجي هنا على فايل ونفتح ديزاين جديد، نعمل مقاس 2000 في 2000 وريزوليوشن يكون 72 وار جي بي ونعمل كرييت. تعالى اقول لك الاول شكل التصميم في الفولدر ده، هسيبه لك تحت في الوصف. ده التصميم اللي احنا هنعمله، تصميم بسيط جدا. طيب، وهسيب لك العناصر التصميم اللي انا هنشتغل عليها، وهسيب لك المواقع اللي احنا نزلنا منها الصور دي اللي احنا شرحناها قبل كده في الحلقات اللي فاتت، ازاي تنزل الصور دي وازاي تحصل عليها. وهسيب لك كمان برضو موقع التغذية البصرية. الكلام ده شوفوا الحلقات اللي فاتت. فده الديزاين اللي احنا هنعمله وهنحصل عليه، وازاي هنعمل التكست وبقيه العناصر دي كلها. وبدون كلام كتير تعال ندخل يلا بسرعه على الفوتوشوب. اول حاجه هنجيب اول عنصر وهو الترابيزه. طيب سريعا كده هنيجي الترابيزه هنبدا نكبرها، هندوس شيفت والت مع بعض علشان نكبر ونحافظ على الابعاد القياسيه للصوره بالشكل ده كده كويس. ولكن انا عايز اخلي الشكل الترابيزه الخشب واخده جزء من الصوره اكبر، فهاجي من هنا وابدا اشد ده لوحده علشان اخليها تاخد حيز من الصوره زي ما احنا شايفين. لو هنرجع للصوره الاصليه عشان افهمك قصدي، فدي الصوره لو جيت تشوف شكل الترابيزه فهي واخده تقريبا تلت الصوره، واخده حيز من الصوره زي ما احنا شايفين، فهي كده كويس جدا. طيب بعد كده عايزين نشيل الباك جراوند الاسود، هنيجي هنا على البين تول سريعا ونبدا ناخد الشكل ده كده، كنترول انتر، دوس كنترول شيفت اي عشان نعكس السلكشن، وهنيجي هنا على اداه الماسك وهندوس على ماسك، هيشيل لنا الباك جراوند الاسود بالشكل ده. وبعد كده هنعمل سريعا هنيجي هنا على سوليد كلر عشان نعمل خلفيه. هنختار الخلفيه ايه؟ طيب خلي الخلفيه دلوقتي لحد ما نجيب العنصر بتاعنا. تعال نجيب العنصر الاول، العنصر بتاعنا اللي هو البرودكت بتاعنا، نبدا نحطه كده ونبدا نظبط الحجم بتاعه وهنميله شويه. تعال نصغره شويتين. طيب كده كويس. احنا عايزينه مرفوع شويه فوق الخشبه علشان يبان ان هو طاير، مش هنعمله ريستد على الخشب، لا هنخليه طاير كده شويه. طيب بعد كده تعال نعمل بقى السوليد كلر ونعمل الباك جراوند. هنختار هنا سوليد كلر ونختار اللون بتاع البرودكت ده نفسه، ممكن نغمقه شويه بالشكل ده كده، وهنلعب في الباك جراوند شويه عشان هنعمل اضاءه من ورا والكلام ده. تعالى نعملها دلوقتي سريعا. هنعمل هنا نيو لاير وهنيجي هنا على البرش حرف البي ونبدا نختار الباك جراوند ونختار اللون هنا ونبدا نفتحه شويه وندوس دوسه هنا، وبعد كده هنروح نجيبها هنخليها ورا البرودكت، وبعد كده نكبر هيعمل لنا اضاءه بالشكل ده. وبعد كده هندوس او هنعمل نيو لاير تانية ونحاول نفتح الجزء ده اكتر بالشكل ده. هنجيبه هنا كنترول تي ونبدا نكبر الكلام ده اكتر كده. وبعد كده اخيرا نعمل واحدة اخيرة ونخليها ابيض بالبرش، كنترول تي نبدأ نكبر الشكل ده كده. ممكن نيجي على البرودكت نصغره شوية، حاسه كبير كده كويس. طب لو جيت تشوف هتلاقي في هنا اللاير الاخيرة في حدود هنا، ده علشان احنا كنا مقربينها. تعال نمسحها عشان احنا كنا مقربينها من الحدود اللي هنا، فلما جيت انقلها الحدود دي ظهرت معايا. تعال نعمل هنا واحدة هنا ونبدأ نكبر كده، عملنا مصدر إضاءة كويس. طيب تعال نعمل الظل أو الشادو بتاع العلبة. احنا كل حلقة بنتعلم طريقة جديدة علشان نعمل بها نفس الشيء، يعني احنا خدنا أكتر من طريقة ازاي تعمل ظل خلال الحلقات اللي فاتت. النهاردة هناخد الشادو بالطريقة دي. هنيجي هنا على الاشكال الشيبس، هنجيب الاليبس تول وهنبدا نعمل اليبس كده على شكل الازازه وهنخلي لونها اسود، وهنيجي هنا على الستروك نخلي الستروك ما فيش ستروك عشان ما يبقاش فيه حز ابيض ده. طيب هنيجي هنا ننزلها تحت العنصر بتاعنا زي ما انت شايف. بعد كده هنيجي هنا على فلتر وهنيجي على بلور ونعمل جاسيان بلور وهنقول له كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وابدا اكبر البلور ده هيديني
الشكل الجميل قوي ده. طيب بص بقى، هنعمل هنا تريكايه. تعال نطلع الازازه دي شويه كده عشان تبقى طايره اكتر. المفروض الازازه مايله شويه كده، فبالتالي الشادو يكون من هنا اوضح، وبيبدا يخف كل ما يروح يمين، لان الجزء ده ابعد شويه من الارض. يعني لو هنيجي كده هنميل ده شويتين كمان اهو، فهيكون الشادو من هنا اتقل ومن هنا اخف. طيب هعمل كده ازاي؟ هنيجي هنا على الاليبس ونعمل هنا ماسك. بعد ما نعمل هنا ماسك هنيجي على الجريدينت تول، ونيجي هنا نتاكد ان احنا نجيب البيزك، ونتاكد ان احنا مختارين اللي في النص علشان يعمل اسود لشفاف. اللونين اللي هو هيعمل جريدينت ما بينهم الاسود لشفاف، ومن هنا اختار الاسود ومن هنا الشفاف وادوس اوكي. وبعدين هاجي هنا انا معلم على الشيبس وعامل ماسك، فانا كده دلوقتي واقف على الماسك. بعد كده هبدا اجي اسحب بالشكل ده، هتلاقي بيبدا زي ما انت شايف كده. طيب نرجع الاخيره دي واعمل كنترول جي، اخففه شويه عشان ابدا برضو مع كنترول جي ابدا اجي اعمل واحده كده، واقلل الاوباستي. تعال نقلل الاوباستي كمان بتاع اللي تحت شويه اهو، فباين ان هنا اتقل من الناحيه التانيه العكس. طيب كده احنا وصلنا لشكل كويس. طيب ايه الخطوه اللي بعده؟ تعالى نغمق الباك جراوند من الاطراف كده علشان اعمل تركيز اكتر على العنصر اللي في النص. طب هعمل كده ازاي؟ ممكن اعملها بكذا طريقه. خلينا نعملها بالجريدينت تول، مش مشكله. تعالى نعمل هنا نيو لاير فوق ونشد كده من فوق. طيب هنخلي هنا اللون اسود طبعا. نرجع كده خطوه قبل ما نعمل، واخلي هنا الاسود هو اللي فوق وابدا اشد. طيب وبعد ما شديت ابدا اسحب كده، وتعال نقلل الاوباستي بتاعتها شويه زي ما انت شايف كده. طيب برضه هعمل نيو لاير تانية، وابدا من الجنب من هنا اسحب، واعمل كنترول تي واسحبها شويه، وبعد كده اقلل الاوباستي شويه. طيب واعمل كنترول، تعال ناخد بقى كنترول جي من الاخيره دي، واعمل هنا كنترول تي، واعمل هنا فليب هوريزونتال، واخدها الناحيه التانية عشان تبقى نفس القيمه بالظبط. وتعالى ناخد الثلاثه كلهم نعمل كنترول اي علشان نعمل ميرج، ودي النتيجه النهائيه. طيب الباك جراوند لو تشوفها هتلاقيها ناعمه كده وسايبه وما فيهاش حاجه خالص. تعال نحط بينا حاجه جميله، ده هسيبها لك برضو تحت في الصور دي، هتخلي لك او هتنقل لك الباك جراوند نقله تانية خالص. هتيجي هنا على الحدود، مش هنحافظ على ابعادها خالص، احنا هنفرشها بس في الجزء اللي هو الباك جراوند ده كله. ماشي زي ما انت شايف كده. شوف بقى قبل وبعد، شوف الخلفيه كده كانت قبل مفيهاش حاجه خالص، اما كده لا، نقلت الخلفيه في حته تانية خالص. طيب تعال ناخد العنصر اللي بعد كده ونعمل العناصر اللي بعد كده. تعال نجيب بقى السوداني ده، هنعمل السوداني اللي هو ايه طاير كده فوق. طيب تعال نحط واحده هنا كده، تعال نميلها نصغرها شويه من بعيد يعني. ماشي. وبعد كده اخد واحده كمان كنترول جي منها، كنترول تي، ابدا اميلها الناحيه التانية، وتعال نكبرها كده، وليكن هي هتبقى هنا كده قريبه من العدسه او قريبه من الباك جراوند ده بالشكل ده كده. طيب تعالى على دي هندوس فلتر ونعمل، لا سوري، فلتر تاني، بلور، جاسيان بلور، عشان نعمل بلور بس ما نخلوش ايه كبير قوي كده. كده كويس. تعالى نروح على التانية برضو، هنعمل جاسيان بلور برضو، بس هنخلي القيمة اقل شوية عشان تدي ايحاء العدسة بتاع الكاميرا. طيب معانا ايه تاني؟ معانا ممكن نجيب بقى الشكل المختلف ده، هو سوداني برضو ولكن حاول تنوع في الاشكال. نكبرها شوية ولكن هنخليها تحت البرودكت بتاعنا كده كويس. تمام. طيب انا شايف لونه غير الالوان دي. تعال ندوس كنترول يو علشان تعال ونزود الساتوريشن بتاعه شويه علشان نخليه لونه اصفر حبتين. شوف ده كده قبل ده بعد، في كده ايه سنه صفار او خد سنه ساتوريشن. نجيبه برضو من ناحيه ورا كده، لا حاسس تعال نقلبه علشان حاسس ان هو هيبقى في نفس الاتجاه بتاع ده. خليه فليب هوريزونتال كده كويس. برضو هندوس فلتر ونعمل له ايه جاسيان بلور. هو كلها خطوات متكرره علشان تكررها معايا تبقى بالنسبه لك سهله جدا.
فكده بالنسبه لي كويس. طيب انا ما زلت حاسس ان العلبه برضو او البرودكت كبير زياده عن اللزوم. تعالى نصغره شويه، كنترول تي، ونصغر ده كله مع بعضه وننزلها تحت عشان لسه فيه هنعمل تكست فوق. طيب كده انا وصلت لنقطه كويسه. تعالى على ده برضو ممكن كنترول تي وهنخلي فليب هوريزونتال عشان ما يبقاش في نفس الاتجاه بتاع ده. طيب تعال نزود اللون الابيض في الباك جراوند علشان يبرز العنصر اكتر. تعال نعمل هنا واحد بالبرش ونيجي هنا نختار هنا بالظبط عشان انا حاسس اللون الابيض كده كويس. طيب تعال نعمل هنا بليندنج اوبشن فوق او نعمل ادجستمنت لاير، نعمله كولر بالانس عشان نظبط الالوان بقى. بص بقى ده الشكل قبل ما نعمل كولر بالانس، شوف بقى بعد ما نعمل هيبقى شكله عامل ازاي. تعال نزود هنا اللون الاحمر شويه كده كويس ماشي. تعال بص بقى على الشادو، تديله كده سنه هيبدا يغمق لك مناطق، يديلك لونها احمر شويه. تعال الهايلايتس، اهو بص بقى قبل ما نعمل نقل الديزاين في حته تانية خالص. شوف الالوان هنا، الالوان تحس انها كانت باهته اكتر ومفيش لون فيه ساتوريشن او مشبع قوي، اما كده شكله جميل قوي. طب تعالى بقى بص على بعد ما نعمل ليفلز، تعالى بص بقى على الليفلز بعد ما نخلصها هي كمان. تعالى من هنا من الليفل من فوق، بص بقى هنغمق شويه الغامق فيبدا هو يغمق اكتر، والفاتح هنفتحه اكتر علشان نعمل كونتراست شويه ما بين العناصر فيدي للديزاين كده لمسه حلوه. بص قبل الليفل بعد الليفل، قبل الليفل وبعد الليفل، بصراحه حلو جدا. تعالى نحط ده كده في جروب، تعالى نشيلهم الاتنين مع بعض. ده الديزاين قبل الكالر بالانس وقبل الليفلز، وده بعد حاجه تانية خالص. طب تعالى سريعا بقى نعمل التكست بتاعنا. هسيب لك الاسم التكست ده تحت في مع نفس الفولدر برضو. هنيجي هنا نكتب ايه بينات ونظبطها وبعد كده ناخد منها كوبي تحت. طيب ده هنخليه لونه اللون الاحمر ده، تعالى ناخد اللون الاحمر ده بس نخليه لونه مشبع اكتر او لونه فاتح اكتر. تعال نكبره شويه وتعال مايلها مع العلبه كده عشان تاخد نفس الشكل كده كويس. طيب وبعدين هاخد منها كنترول جي هاخد منها وبعد كده هبدا اصغرها اكتر. هنخليه لونه، طيب انا ممكن نعملها ابيض، لا هات الاسود كويس، اسود كويس عشان يبقى كونتراست مع الحاجات الغامقه اللي تحت في الديزاين. نبدا ناخدها هنا بس نصغرها شويه، مش محتاجه كبيره، يبقى بالشكل ده كده ونعملهم ميرج هما الاتنين عشان نبدا نمسكهم الاتنين كويس قوي 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 كده. الديزاين بصراحه يعني 10/10. احنا ممكن نعمل برايتنس اند كونتراست، ممكن نزود الاضاءه شويه وتعال نزود بقى الكونتراست ما بين التصميم وبعضه. كده نورنا التصميم اكتر وعملنا كونتراست ما بين العناصر وبعضها، وبكده الدرس خلص. يا رب يكون درس كويس جدا، هو درس ما فيهوش تريكات كتير ولكن يا رب يكون عجبكم. لو انت طبقته كويس اكيد هتستفاد، واستنى الحلقات الجديده. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك وتعليق حلو تحت، واشوفك في حلقه جديده. سلام.